بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هندردش مع بعض في مباريات الأسبوع ال15. أهم ما في هذا الأسبوع هو تعادل الأهلي والزمالك 1-1، وفوز بيراميدز على طلائع الجيش 2-1. كده بقى بيراميدز عنده 36 نقطة في المركز الأول، والأهلي عنده 33 نقطة في المركز الثاني، والزمالك عنده 28 نقطة في المركز الثالث. لو رجعنا شوية للخلف كده ونتكلم عن ماتش الأهلي والزمالك، فلابد إن احنا نتكلم عن مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي. والناس بتسأل، هو كولر يعني جاب آخره مع النادي الأهلي؟ هو كولر ما عندوش ابتكارات؟ هو كولر يعني كل اللي عنده طلعه في السنتين اللي فاتوا؟ ما عندوش جديد؟ هو كولر ليه بيأخر التغيير لغاية أحيانا زي ماتش الأهلي والزمالك؟ التغيير كان في الدقيقة 80. يعني يعمل تغييرات في الدقيقة 80؟ هو ليه هبوط بعض مستوى اللاعبين؟ هو فين تأثيره هو على اللعيبة؟ ليه ما عملش أو ما بيعملش تطوير للعيبة زي ما عمل قبل كده، مثلا في حسين الشحات، في أحمد عبد القادر؟ ليه كولر قاصد يفضي الفريق من النجوم؟ فلو اتكلمنا عن الابتكارات أو الجديد في خطط كولر، الشارع بيقول إن مفيش جديد، مفيش ابتكار. هو أول ما جه كانت الجعبة بتاعته مليانة، الجراب بتاع الحاوي كان مليان خطط وخدع وإدارة مباريات صح. لكن مع الوقت، يعني هل هو استكفى مثلا بال12 بطولة اللي خدهم ولا ال11 بطولة وكده كفاية بالنسبة له يعني، وبيلعب كده تحصيل حاصل؟ فالناس بتسأل برضو عن اللعيبة، ما بيطورش لعيبة.